مساء الخير يا جماعة. سريعا كده أنا عاوز أوريكم المنطقة اللي حصل فيها الحادث في طابة. يعني تعالوا كده نشوف المنطقة. ادي طابة وادي مدينة إيلات. تمام. شوفوا القرب قد ايه، دي الحدود. تمام. بس أنا عايز أوريكم حاجة. يعني مدينة طابة هنا، مدينة طابة هنا يا جماعة محمية طبيعية يعتبر بين الجبال. كل ده محمي بطريق الجبال. تمام. كل دي جبال حوالين مدينة طابة. يعني لو الصاروخ جاي من هنا، جاي من غزة اللي هي دي ورايح على طابة، يعني صعب جدا ان هو يسقط فوق مدينة طابة من المسافة دي كلها لو هم ضاربينه على إيلات. يعني المسافة كبيرة، يعني حوالي 250 كيلو متر ممكن يكون من هناك، بس لكن عشان يسقط على مدينة طابة بالمنظر ده لا. انا شخصيا اعتقد ان اللي حصل ده ممكن يكون انضرب يا من إيلات يا اما من العقبة من الاردن، من اي مناطق من المناطق الجبلية دي، او من الحدود السعودية من هنا. اي حد بقى من بتوع الحوثي اتسرب من السعودية دخل ضرب من هنا من على اي شاطئ، او خد مركب ودخل وقرب جدا. وده اللي انا ممكن يكون انا مقتنع بيه شخصيا، ان الصاروخ ده انضرب عن في مكان قريب جدا من ممكن يكون جدا من البحر، طريق مركب صيد تعدي ويضربوا الصاروخ ويرجعوا عادي جدا. كل شيء وارد. اديكم شايفين المسافات، مفيش مسافات. يعني يعتبر كل المنطقة دي كلها يعني ما تجيش حاجات بسيطة جدا يعني. فالموضوع مش سهل يعني.